يختلف الشيعة الإماميون عن أهل السنة في مصادر الحديث والفقه مع تقارب كبير في المضمون، لكن من حيث المصدرية هنالك فرق كبير. مثلا هم لا يعترفون بالكتب الستة التي يعتمد عليها، أو الكتب التسعة التي يعتمد عليها أهل السنة في الحديث النبوي، وإنما لهم كتبهم الأربعة المشهورة، وهي كتاب الكافي للكليني، وكتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، كتاب الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار للطوسي، وكتاب تهذيب الأحكام للطوسي أيضا. هذه هي أمهات كتب السنة عند الشيعة الإمامية. بعضها ضخم، كتاب الكافي يحتوي على 16,000 حديث، لكن هذه لا تعتبر صحاحا، وبعض أهل السنة يخطئ، يرجع إلى هذه المراجع فيأخذ منها نص ويدين به الشيعة، ولا يعرفون أن القلة من هذه الحديث تعتبر صحيحة عند الشيعة أصلا، وبالتالي ليس كل ما في هذه الكتب يعتبر جزءا من عقيدة أو فقه الشيعة. مثلا يمكن أن تحاكم أهل السنة بكل ما في البخاري أو كل ما في مسلم عموما، لأن أهل السنة يعتبرون أن كل ما فيه ما صحيح. أما الاستبصار مثلا، أما الكافي مثلا يحتوي على 16,000 حديث، منها 5,072 حديث فقط يعتبرها الشيعة حديث صحيحة. كتاب من لا يحضره الفقيه أيضا لابن بابويه فيه حوالي 6,000 حديث، منها فقط 400 حديث متصلة السند، ما سوى ذلك كله مرسلات ومنقطعات، فليس صحيحا بمعايير قبول الحديث لا عند أهل السنة ولا عند الشيعة. فالفكرة المقصودة أن الشيعة الإمامية يختلفون عن أهل السنة في المصادر، لكن لا ينبغي أن نأخذ هذا على أنها مفارقة في التشريع أو في الأخلاق الإسلامية أو في المضامين الإسلامية. الحقيقة أن أغلب الأحاديث الموجودة عند أهل السنة موجودة عند الشيعة، لكن بأسانيد أخرى، وكثير منها كثير مما نعتبره نحن أهل السنة حديثا نبويا تجده في كتب حديث الشيعة مرويات عن الأئمة. مثلا الحديث يكون في البخاري حديث نبوي، ممكن تجده في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال، فالكلام منسوب للإمام الصادق وليس منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاف في الأسانيد أكثر منه في المتون. أما في المتون فهنالك شبه كبير جدا بين الأحاديث في كتب السنة وكتب الشيعة، ولهذا السبب ظل نمط العبادات متقاربا جدا، وظل الفقه متقاربا جدا، إلى حد أن الدكتور وهبة السحيلي، وهو من أكبر علماء الفقه المقارن في عصرنا، وهو صاحب الموسوعة الكبيرة الفقه الإسلامي وأدلته، يقول إنه تتبع جميع فروع الفقه عند أهل السنة مسألة ولم يجد فيها من المسائل، تتبع جميع فروع الفقه الجعفري عند الإمامية مسألة لم يجد فيها مسألة إلا وهي موجودة قال بها بعض علماء أهل السنة في الفقه، باستثناء 20 مسألة. هذا من حوالي كم آلاف، عشرات الآلاف من المسائل. ولذلك قال لي أيضا الدكتور عبد الكريم زيدان، وهو من كبار علماء الفقه المقارن، مرة قال لي أن الفقه الزيدي يكاد يكون فقها مالكيا، يعني هنالك شبه كبير بين الفقه المالكي والفقه الزيدي، وهنالك شبه كبير بين الفقه الجعفري والفقه الحنفي.